من الصعوبة حقيقة، من الصعوبة جدا أن يتحدث الإنسان عن الشهداء الذين بفضلهم نحيا ونعيش. إذا كان لنا الآن موقع إنما هو بفضل هذه الدماء الزكية التي أريقت ظلما وعدوانا على أيدي شرار خلق الله، الظلمة الطغاة الذين لم يعرفوا من الإنسانية شيئا. الشهيد، وهذا أيضا من عظمة الإسلام الذي جعل الشهيد يحتل هذه المكانة الكبيرة العليا في الأمة. ما معنى الشهيد؟ الشهيد هو الشاهد الذي يراقب المسيرة، يؤدي، يعني الشهيد ليس فقط يؤدي دورا بأن يبذل روحه في سبيل الله، في سبيل أمته، في سبيل شعبه، في سبيل أهله، في سبيل كل القضايا الإنسانية. الشهيد ليس هو هذا فقط، ولا ينتهي دوره بانتهاء حياته الظاهرية، لأن القرآن يعبر عنه ولكن أحياء عند ربهم يرزقون. فالشهيد حي يرزق، ومن مظاهر حياته أنه هو يراقب الذين من بعده أيضا، يستبشرون بالذين من بعدهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هناك يوم معين، شهر الرابع، شهر نيسان، اتخذ يوما للشهيد الفيلي. نحن نحتفل أيضا مع أيام الشهادة للجميع، الجميع شهداؤنا، ولكن يبقى الأقربون أولى بالمعروف. نحن هؤلاء الذين فقدناهم، والعوائل الكبيرة والكثيرة التي افتقدتهم، لا بد وأنا أوصي من باب تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أنه لهؤلاء الشهداء ولعوائلهم أيضا الكثير من الحقوق والواجبات التي يجب أن نقوم بها، ليس فقط مجرد الإجلال والإكرام، وإنما الإكرام بكل معانيه، أن يكون للشهيد الذي بذل أقصى، يعني كما تأتي الرواية تقول فوق كل بر ذي بر، حتى يقدم الإنسان نفسه فليس فوق ذلك من بر. يعني الإنسان يمكن أن يقدم شيئا من ماله، يمكن أن يقدم شيئا من وقته، جهده، أنواع الجهاد، ولكن حينما يقدم روحه هي أغلى شيء عنده. وأكثر هؤلاء شباب لهم أماني ولهم آمال، كل هذه الأشياء ظلما وعدوانا أجبروا على تركها، وأن يذهبوا مضمخين بدمائهم، يذهبون ويفدون على الله تبارك وتعالى. وهناك يوم الحساب حينما يأخذ الله لهم بحقهم من الذين ظلموهم وقتلوهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن
يرزقنا السير على طريقهم ونهجهم